بي ام دبليو اي اكس 40، العربيه الكهربائيه اللي مميزه في حاجه هقولها لك دلوقتي. لك ان تعلم ان العربيه دي ممكن تستوردها من اوروبا بضريبه القيمه المضافه بكل حاجه بحوالي 3 مليون جنيه. العربيه دي ثمنها يقترب من الاخت الشقيقه الاصغر، النسخه البنزين الاكس 1 اللي بتتباع دلوقتي ب 2 مليون 850 و2 مليون 900، رغم ان العربيه دي اكبر واعرض من الاكس 5 وبقدرات وباداء مميزين جدا جدا. كانت معايا في تجربه مطوله لمده اسبوع. هنقل لكم الخلاصه للي مهتمين بالعربيات الكهرباء. خليك متابع واعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان يوصل اكبر عدد من الناس. بي ام دبليو اي اكس 40، واحده من العربيات الكهرباء الاجيال الجديده اللي اتقدمت من بي ام دبليو. معانا بقى لها اسبوع بنجربها. العربيه ممتازه زي ما انت شفت كده، سفينه فضاء، والاصوات الغريبه اللي بتطلع دي يعني العربيه تحس انك راكب سفينه فضاء فعلا. منظومه القوه في العربيه دي حلوه قوي قوي، واداء العربيه دي مميز قوي، رغم ان انا لما اقول لك الوزن كعاده العربيات الكهربائيه، لان البطاريه طبعا وزنها تقيل هتتخض. لكن لازم تعرف ان العربيه دي دول موتور واول ويل درايف، وفي موتور على محور العجلات الخلفيه وموتور تاني على محور العجلات الاماميه. مقدار القوه اللي بيطلعوها 240 كيلو وات. 240 كيلو وات دول قادرين يخرجوا 326 هورس باور، ورقم عالي جدا من العزم. 630 نيوتن متر عزم. وانت عارف ان العربيات الكهرباء لا محتاجه توقيت ولا محتاجه عدد لفات محرك علشان العزم ينزل. اشاره كهربائيه على طول وبينزل على محور العجلات الاماميه والخلفيه. وده اللي مخلي العربيه دي رغم وزنها الاثنين 440 كيلو، 2440 كيلو ده بدون تحميل، بالتحميل 3010 كيلو، 3 طن. فلابد ان تعلم ان وزن العربيه دي تقيل جدا جدا جدا. الارقام دي بتخلي العربيه دي تتسارع. لما جينا نجرب التجربه الفعليه لقينا رقم احسن من اللي بي ام دبليو قالت عليه، ال 6.1 ثانيه، لا لقينا 5 و7 و5 و6 لما كنا في عكس اتجاه الهواء. فرقت جزء من الثانيه، لكن ما شفناش خالص الرقم 6 و1 ده. فتقدر تقول ان العربيه دي بتتسارع من 0 ل 100 اكسلريشن في حوالي 5 ثواني ونص، وده رقم ممتاز ومتميز جدا في الفئه دي. في الفئه دي ازاي؟ في الفئه السعريه دي واللي بتقدمه العربيه دي كحجم وكمساحات وكاداء، هتفاجئ ان العربيه دي توصل مصر حوالي 3 مليون جنيه. النسخه اللي معانا دي النسخه الدول موتور بكل اللي موجود فيها، بشكلها بحجمها. الحجم اللي هتستغربه لما تعرف ان العربيه دي عريضه جدا. قاعده عجلات ويل بيز حوالي 3 متر، وده مخلي العرض ده تقعد ورا كانك قاعد في البيت عندكم يعني. والعربيه دي كمان طولا وعرضا اكبر من الاكس 5 الاخت الشقيقه ذات محرك الاحتراق الداخلي الاكبر يعني. فالعربيه دي اكبر حجما منها. لكن لما نيجي نتكلم عن تسعير العربيه دي، والعربيه دي استيراد شركه الغندور اوتو، واحده من افضل الشركات الصراحه اللي بنرشحهم في استيراد الاوروبي عموما سواء كهرباء او بنزين. هتعرف ان العربيه دي توصل مصر بحوالي 3 مليون جنيه باجمالي كل اللي فيها، وبعد استرداد الفات والقصه دي، وبعد ما يدفع ضريبه القيمه المضافه فقط، لان العربيات الكهرباء معفاه من الجمارك زي ما انت عارف، وحتى من الجدول ورسم التنميه. ففقط بتدفع ضريبه القيمه المضافه بحوالي 3 مليون جنيه. رقم زي ده انت هتستغربه، لان العربيه الشقيقه الاخت اصغر عربيه في بي ام دبليو كروس اوفر، ومش من الحجم الميد سايز زي دي، عربيه صغيره كومباكت كروس اوفر او كومباكت اس يو في. الاكس 1 بتوصل دلوقتي ل 2 مليون 900. نسخه الام سبورت بالموتور طبعا اللي يعتبر موتور يعني بسيط شويتين، الموتور الثلاثه سلندر اللي بيخرج 140 هورس باور او 156 بعد التعديل بعد الموتيفيشن اللي اتعمل. فنقدر نقول ان العربيه دي ثمنها ممتاز، فاليو فور ماني فعلا. طيب، بتخدم العربيه دي باتري 76 كيلو وات بيخرج منهم فعليا، او القدره اللي تقدر تحصل عليها 71.6 كيلو وات. بتتشحن شحن سريع الدي سي في 31 دقيقه، والشحن البطيء الاي سي بتتشحن في حوالي من 6 ل 7 ساعات. رقم كويس حتى على الشحن الطويل، يعتبر معقول.
لكن يعيب العربيه دي اللي عايز يستخدمها استخدام اساسي او بيعتبر العربيه دي عربيه اساسيه، ان المدى او الرينج اللي بتقدر تديه البتر دي على الحجم وعلى الوزن ده وعلى الاداء والقدره دي، الرينج الفعلي او الاداء الفعلي اللي هتاخده من العربيه دي بعد تجربه احنا حبينا نجرب يعني، لان الارقام كتيره. ناس تقول 425 وسبيكس ثانيه تقول 450. رقم هتاخده فعلي من 375 ل 400 كيلو فعليا. ده اللي خدناه واحنا ماشيين على سبورت مود وفي الاجواء الحاره دي، ومع فتح التكييف المستمر والتنقل داخل المدينه. يعني برضو لما تمشي على طريق سريع خد بالك قد تقل اداء البطاريه وقد تحصل على 375 كيلو. فالعربيه دي تصلح جدا جدا انها تبقى عربيه لو انت بتسافر كتير، عربيه تانية جنب عربيه اساسيه مثلا سيدان او كروس اوفر اخرى. لكن العربيه دي تصلح سياره كهربائيه موفره وادائها ممتاز ممتاز. اداء العربيه دي بسيط جدا، عفشتها مميزه جدا جدا، توجيه العربيه دي متميز، في ثقل رهيب في العربيه دي وفي اتزان وثبات، والاندر ستير غير موجود في الملفات تماما، واحساس البادي رول يكاد يكون منعدم، والتقل كله رامي على مركز ثقل العربيه. فالعربيه دي ثباتها متميز جدا. باكج حلو قوي في العربيه دي الاي درايف ال8، والعربيه دي فضائيه كده من جوه مع الهارمان كاردون الساوند سيستم الممتاز في العربيه دي، والكريستال اللي موجود في كل حته، حتى ازرار التحكم في الكراسي سواء للسائق او للي جنب السائق، والميموري سيتس بتاعت السائق واللي جنبه، وكمان القطع الخشبيه اللي في النص الكونسول الجديد اللي مميزه بيه العربيات الجديده من بي ام دبليو. هتلاقي يعني خامات ممتازه، الكنتارا في كل حته. كمان فتحه السقف هنا هي ما بتتفتحش البانوراما، لكن فيها حاجه مميزه قوي، تقدر تعمل اوتو ديمنج كده بدوسه واحده، تغمقها تطفيها خالص تحجب الرؤيه تماما، او كمان تقدر تدوس دوسه تانية وتشوف الرؤيه عاديه جدا. مميزه قوي العربيه دي في الحته دي، وشويه دلع كده، شويه حاجات لطيفه، تدفئه للكراسي، كل ما يمكن ان تتخيله، الشحن الوايرلس، الابل كار بلاي الوايرلس، كل حاجه قدامك. كمان الاي درايف ال8 الجديد ممتاز جدا جدا، والتحكم فيه انا شايفه بقى سهل. لسه بي ام دبليو ما ارتقتش ليه مستوى الام بي يو اكس من مرسيدس او مرسيدس بنز يوزر اكسبيرينس، لكن هتلاقي ان الاي درايف ال8 بقى كامل وفي حاجات حلوه قوي، وحته الويدجتس دي او الاختصارات مسهله عليك الدنيا. الهيدز اب ديسبلاي كمان ممتازه، ودرجه التباين الالوان فيها ممتازه، تقدر توريك حاجات كتير قوي، البوصله واتجاهات الطريق قدامك، تخرج لك تحذيرات الطريق وتقدر تتعرف على علامات المرور، تقدر تخرج لك كمان الدرايفر اسيست المجموعه الكامله وتحدد العربيات او موتوسيكل داخل في طريقك او الكلام ده كله، ده تقدر تشوفه قدامك في الهيدز اب ديسبلاي. فالعربيه تعتبر مميزه قوي في التجهيزات وغنيه جدا. بالنسبه كمان لان العربيه مستوى العزل فيها لو سالتني عنه مقارنه حتى باي عربيه كهربائيه تانية، والعربيات الكهرباء عموما مستوى العزل فيها بيبقى جيد، كفايه ان صوت الموتور او عزل الموتور ما فيش، مش واصلك اساسا صوت للموتور. لكن العربيه دي مميزه قوي قوي قوي، وصوت الهواء ما بيظهرش الا على سرعات عاليه جدا. وعايز اقول لك ان العربيه دي واحده من العربيات الكهرباء اللي السرعه القصوى فيها، معظم العربيات الكهرباء السرعه القصوى فيها بتبقى ليميتد عند 160 مثلا، الغالب والدارج. حتى لو كانت عربيه قدرتها عاليه وموتورها عالي، العربيه دي السرعه القصوى ليها 200 كيلو متر في الساعه، وده رقم كويس قوي مفتوح من بي ام دبليو، كويس جدا جدا، يعوضك حته النقص في انك تتجاوز سرعات عاليه. ورغم ان احنا ما بننصحش بسرعات عاليه، بس انت هتحب تكتسب دي كميزه وانت مالك عربيه السرعه القصوى في العربيه دي 200 كيلو متر في الساعه. فالعربيه دي تعتبر مميزه قوي. لما نيجي نتكلم على المساحات، مستوى الجلوس الخلفي كويس جدا جدا وممتاز وانت قاعد في بحر. قاعده العجلات الكبيره دي الويل بيز 3 متر مدياك يعني مستوى رحابه وجلوس متميز جدا 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 في الصف الخلفي، والكراسي مريحه قوي ومتميزه، ولمسات بقى من بي ام دبليو الرياضيه كده، سيت بيلت باللون الازرق المميز ده، شويه حركات كده حلوه ودمها خفيف من بي ام دبليو يعني. لما تيجي بقى عند الشنطه ومساحه الشنطه تعتبر كويسه 500 لتر، لكن ال 500 لتر على ميد سايز اس يو في وعلى الحجم الكبير ده مش الاميز ومش الافضل، مقارنه مثلا بالاي ترون او بعربيات تانية كهربائيه ممكن تبقى 7 سيتس، ولما تقفل الكرسيين
تتخطى بعض الصينيات، يعني تتخطى ال 650 وال 700 لتر، فيعتبر مستوى تخزين متوسط. لكن ال 500 لتر انا اعتقد ان هم هيكفوا اي حد في رحلات او في سفر او الكلام ده، ياخدوا 3 شنط كبار مثلا وشنطه صغيره. اعتقد ده مستوى جيد يعني، لكنه ليس الافضل. عشان ابقى معرف ابرز عيب في العربيه دي، عشان نبقى بنتكلم بمنطقيه، والعربيه مش محتاجه اطاله، العربيه ادائها متميز جدا. وعلى مدار ال5 ايام كمان الاكسبيرينس بتاعت سواقه العربيه دي وتجربتها كانت مميزه قوي. سواقه العربيه دي حلوه قوي قوي قوي، وتسارع العربيه ده ممتاز، وثباتها ورسوخها والتوجيه كالمعتاد من عربيات بي ام دبليو الكهربائيه والبنزين. واحده من افضل البراندز اللي ممكن تاخد منهم توجيه وهاندلنج متميز جدا. فقياده العربيه دي فيها متعه الصراحه. الابواب كمان، وفي بعض اللبسات كده، الابواب اللي بتتفتح بالزرار لوحدها، قصه كده لطيفه. العربيه دي تحس انها جايه من المستقبل كده، وعربيه فضائيه شويه. الملخص ان العيب الوحيد ان المدى بتاع العربيه دي مش كبير، فتصلح يا سياره مدينه تستخدم داخل المدينه، او تصلح كسياره تانية. هتقول لي طب وده مرشح لمين؟ اقول لك في حد بيبقى هو يمتلك عربيه، هو مثلا عايز يشتري لزوجته او لحد في البيت عربيه، عايز يقتني عربيه تانية، فبيروح يدور على اكس 1، يروح يدور على جي ال اي، يروح يدور على اودي كيو 3، عربيات صغيره الحجم مدمجه. ولكن رغم ذلك ارقامها تقترب من ال 3 مليون وتتخطى بعضهم ال 3 مليون. بالنسبه لي فاليو فور ماني طبعا، انك تشتري عربيه ثوريه زي دي من صانع محترم زي بي ام دبليو. عربيه ممتازه حرفيا، وهتديك فاليو اداء ممتاز ومساحات ممتازه وباكج ممتازه، وفي نفس الوقت هتكون موفره جدا. يكفي انك تعرف ان كلفه شحن البطاريه دي بالكامل لن تتخطى ال 120 جنيه، ويكفي انك تعرف ان العربيه دي ملهاش راننج كوست زي العربيات الثانيه اللي لو رحت تعمل صيانه دوريه عاديه سواء في مرسيدس او بي ام دبليو او اودي حتى. يعني سيبك من بي ام دبليو لانه صيانه حلوه الصراحه، العربياتهم البنزين مجانيه. لو بتدفع في اودي او في مرسيدس الصيانات الدوريه كلفك 12 و13 و20 الف. لكن العربيه دي تعتبر متميزه جدا، ان الراننج كوست بتاع العربيات الكهرباء لا يذكر، وارقام يعني ملهاش انك انت تحطها في جدول مثلا او سكادول، او تقول انا هصرف كذا كل 10,000 او القصه دي. الراننج كوست يكاد يكون شبه منعدم، وما بتفتحش الكبوت اساسا، ولا علاقه لك بالسياره، وعمر البطاريات بقى طويل جدا. فانا شايف ان الصراحه المستقبل للسيارات الكهربائيه، واصبحت السيارات الكهربائيه فاليو فور ماني افضل من العربيات البنزين. بي ام دبليو اي اكس 40 عربيه كهرباء عجبتني جدا جدا من صانع كبير وعربي.